الدورة الأولى لا، الزوجة الثالثة أدروس. شراك دير؟ ها قال لك تستعمل الجي بي اس تخلص 1,300,000. في قانون المرور تاع 2026 صنفوا استعمال الهاتف والأجهزة السمعية البصرية أثناء السياقة مخالفة من الدرجة الرابعة وتخلص عليها 1,300,000. ونأكدوا على أثناء السياقة ماشي كي تكون مقاري ولا حابس. ثم تستعمل الهاتف باش تعيط ترسل ميساج ولا تريشارشي على بلاصة في الجي بي اس وتكون تسوق يطبقوا عليك القانون وتخلص 1,300,000. وهذه كان في كاع العالم ماشي حاجة جديدة، باسكو استعمال الهاتف أثناء السياقة حاجة خطيرة وتقدر بها كوارث. بصح الناس فهمت القانون فوق قالوا بلي ما تقدش تستعمل الجي بي اس. استعمال الجي بي اس ما منعش القانون. تنجم قبل ما تقلع دير في الجي بي اس بلاصه اللي راك رايح لها، ولا كنت تسوق وتودرت في الطريق تقاري وتروشارشي في المابس على البلاصه اللي بغيت تروح لها وتكمل الطريق تاعك نورمال والجي بي اس راه يتمشى معك. وتبغي ما تقاريش تستعمل لا كوموند فوكال كيما سيري وجوجل اسيستنت. الحاجه اللي ممنوعه في القانون هي كي تروشارشي على البلاصه اللي راك باغي تروح لها وانت راك تسوق، باسكو القانون كان صريح قال لك استعمال الهاتف اثناء السياقه. باسكو كي تكون تسوق وتريشارجي على بلاصه في الجي بي اس هي وترسل ميساج غير كيف كيف. دونك كاين فرق كبير ما بين ممنوع تريشارجي على بلاصه في الجي بي اس وانت تسوق وممنوع استعمال الجي بي اس. ثم ما عندك ما دير بالخريطه وتقد تستعمل الجي بي اس.